وقفت المجموعات الإرهابية المسلحة في دير الزور بعض عناصر قوى الأمن الداخلي وعذبتهم وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على الإدلاء بتصريحات مفبركة لصالح قنوات التحريض الناطقة بالعربية. جمال الدين يحيى، رقم العسكري 8226 مريض دمشق الغوطة. وين هويتك العسكرية؟ هويتي العسكرية ضاعة. ضايعة؟ ايه. طيب أنت شو هلا احتياط ولا مجند ولا شو؟ احتياط. كم شهر صار لك؟ صار لي 4 شهور. المتظاهرون في مدينة دير الزور هم سلميون بما تعنيه الكلمة، والدليل أنا وليد السليم، الشرطي المجنة الاحتياطي، حرقوا السجاير بكتافنا وظهورتنا وشفايفنا. اللي شفناه نحن انه عندهم اسلحه موجوده بالبيت، عندهم روسيات وقناصات وعندهم منبكشنات وقنابل وكان أهالي مدينة دير الزور يريدون أن يقوموا بقتل أو ذبح أي أحد من هؤلاء، هم لا يفعلون ذلك، ولكن لو أرادوا لقاموا بذلك مع هؤلاء العملاء الثلاثة الذين عرضناهم قبل أيام. قطع الهويات العسكرية وشهادة مدنية ومصاري، وصاروا يحرونا بطفوا السيكارات بجسمنا، وفات الجيش صاروا يتحاوروا انا والجيش بالسلاح، صار يضرب على الجيش. هن طلعوا من البيت ونحن هربنا، يعني حطونا ببيت شيء هن 10 بطحونا بالارض وصاروا يضربونا وصاروا يركبوا على راسنا.